اهلا بكم في حلقه جديده من كوره بلس. لسه محافظين على وعدنا ليكم اننا دايما نقدم لكم الاخبار والكواليس والنتائج قبل اي حد. دايما بنستنى دعمكم لينا على صفحتنا صفحه صدى البلد، وكمان على القناه بتاعتنا على اليوتيوب. اسمحوا لي اشكركم على الدعم الشديد اللي حصل الفتره اللي فاتت، لكن خليني اقول لكم النهارده من اهم وابرز اخبارنا ان العين الاماراتي يشرف العرب ويصعد لنهائي مونديال الانديه، واليونايتد ينهي تعاقده مع مورينيو في ابرز اخبارنا النهارده. خلونا نبدا حلقتنا، بس قبل ما نبدا يا ريت ما ننساش ابدا ان كوره بلس دايما معاك. نبدأ أخبارنا من الكرة المحلية وتحديدا مع نادي الزمالك. يمكن نادي الزمالك اللي بيستعد للسفر بعد ساعات من دلوقتي لتشاد لمواجهة القطن التشادي في مباراة العودة في دور ال 32 من الكونفدرالية الأفريقية، وهتستقبل يعني خلاص بعثة نادي الزمالك إن شاء الله هتسافر في الطيارة اللي هطلع النهاردة الفجر الساعة 2:ثلث من القاهرة. خليني اقول لكم ان الزمالك بيسافر بقائمه كامله تقريبا، خاصه بعد عوده المدافع اللي انتم شايفينه امام حضراتكم محمود حمدي الونش بعد غياب كبير جدا بسبب اصابته في العضله الضمه. يمكن غاب الونش لاكثر من شهر وشويه، لكن لسه برضه من الاخبار اللي مش مؤكده ان طارق حامد نجم وسط الفريق ومنتخب مصر بيخضع لتدريبات خاصه بعد شعوره بالاجهاد في مباراه الذهاب، واعتقد ان ممكن جروس ما يخاطرش بيه في مباراه العوده، خاصه ان نادي الزمالك الحقيقه يمكن حسم المباراه بشكل كبير جدا بعد الفوز في القاهره ب7 أهداف. خليني اقول لكم ان احنا هنروح برضه او لسه مكملين مع اخبار نادي الزمالك، ولكن دلوقتي مع صفقه القرن اللي ترددت من فترات كبيره عبد الله السعيد نجم النادي الاهلي السابق ونجم اهلي جده الحالي. يمكن في الفتره الاخيره ترددت اخبار عن ضم عبد الله السعيد لنادي الزمالك، ويقال ان كريستيان جروس يعني ارجأ بس موضوع المفاوضات مع عبد الله السعيد ورفض الاستعجال في التوقيع مع اللاعب، خاصه في ظل التألق الشديد اللي بيحصل عليه من لاعبه التونسي فرجاني ساسي، وايضا تواجد يعني او ممكن يكون في عائق كمان في اتمام الصفقه دي، بان الزمالك اشترط انه ما يدفعش ال 40 مليون جنيه اللي كان حصل عليهم اللاعب قبل انتقاله لفريق اهلي جده السعودي. طبعا كنتوا كلكم عارفين ان عبد الله السعيد السنه اللي فاتت كان يعني خلاص على بعد خطوات من الانتقال لنادي الزمالك لولا تدخل مسؤولي النادي الاهلي وجماهيره، ويعني يمكن هاله اعلاميه اثيرت حول الموضوع ده لحد ما الصفقه لم تتم، وكان عبد الله السعيد اخذ من نادي الزمالك 40 مليون جنيه مصري كمقدم عقد، والزمالك كان يعني طبعا مهتم جدا بضم عبد الله السعيد، لكن بعد المشاكل اللي حصلت دي انتقل عبد الله السعيد لاهلي جده من بدايه الموسم الماضي. خلينا اقول لكم كمان ان جريده الرياض السعوديه اتكلمت على عبد الله السعيد امبارح وقالت ان اهلي جده بيستعد لاستقدام مدرب جديد. طبعا اهلي جده بيمر بظروف يعني مش جيده لا تناسب مستوى فريق اهلي جده السنه دي، فقالوا ان اهلي جده بيستعد لاستقدام مدرب جديد، وفي الغالب هيتخلى عن 2 من الاربعه المحترفين الموجودين. وقالت كمان الجريده ان في الغالب هيكونوا الاثنين اللاعبان المصريان محمد عبد الشافي نجم النادي الزمالك السابق والباك ليفت الشهير، وعبد الله السعيد نجم النادي الاهلي السابق ونجم المنتخب المصري. خليني اقول لكم ان احنا برضو مستنيين رايكم وتفاعلكم معانا عن رايكم في صفقه الزمالك، او هل الزمالك فعلا محتاج لعبد الله السعيد لضمه في الفتره الحاليه، وكمان خلينا اسالكم عن حسين الشحات اللي بيقدم مستويات رائعه جدا مع فريق العين الاماراتي، واللي كل الاهلاويه شايفين انه لازم يكون موجود في النادي الاهلي، وهو يعني واحد من يعني الناس الاهلاويه حاطين امل كبير عليهم انه يعود بالنادي الاهلي من جديد المنصات والتتويج. خلينا كمان اسالكم عن مين اللي انتم شايفين انه ممكن يتوج بلقب كاس العالم للانديه بعد تاهل العين الاماراتي وريال مدريد، وهيلعبوا مباراه النهائي يوم السبت القادم. يعني يمكن الفتره دي طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان بتبقى فتره دايما بيبقى الكلام فيها عن الصفقات والصفقات الداخليه والخارجيه سواء في مصر او في الخارج، ولكن كلنا طبعا منتظرين ان النادي الاهلي والزمالك يقدموا دعم يعني للاعبيهم في الفتره الاخيره. ولكن خليني برضو اسالكم سؤال مهم جدا، هل عبد الله السعيد هيفيد نادي الزمالك في ظل ان نادي الزمالك ماشي بخطى ثابته، ويعني واضح ان نادي الزمالك مركز السنه دي، وحتى التغييرات في تشكيل نادي الزمالك بتتم في اضيق الحدود، وماشيين يعني فرقه كلها كومبوتابل مع بعض، وكمان المدرب بتاعهم يعني مرتاح جدا للتواجد. هل وجود عبد الله السعيد نادي الزمالك هيفيد نادي الزمالك ولا يضر نادي الزمالك؟ وهل انت مع ضم حسين الشحات للنادي الاهلي وشايف ان حسين الشحات فعلا ممكن يكون مفتاح الفرج للنادي الاهلي؟ خلينا ناخد بعض التعليقات اللي جات لنا على تفاعلنا النهارده. يعني يمكن ناخد احمد ياسر الياسر
بيقول لا مش عاوزينه في الزمالك، طبعا ده بيتكلم على عبد الله السعيد. طه محمد بيقول حسين الشحات هيجيب في ريال مدريد جول. نتمنى طبعا حسين الشحات يكون اول مصري يلعب نهائي كاس العالم للانديه ويسجل كمان في النهائي ان شاء الله، ويتوج فريق العين برضو الفريق العربي اللي بيمثل كل الامه العربيه. كمان سامح عطا همام بيقول ينفع عامر حسين ما ياجلش ماتش الاسماعيلي مع المقاولين وياجل الاهلي مباراه الاهلي. طبعا يعني يمكن موضوع التاجيلات ده هيبقى فيه مشاكل كبيره جدا السنه دي. توفيق صالح بيقول ان شاء الله العين الاماراتي هيحصل على اللقب، نتمنى ان شاء الله انه يكون فريق عربي اللي بيحصل على لقب كاس العالم للانديه. حمد العطار بيقول حسين الشحات في الاهلي ان شاء الله، ده طبعا زي ما بقول لكم كل جماهير الاهلي تتمنى وجود حسين الشحات. طه محمد بيقول عبد الله السعيد من ساعه ما مشي للاهلي وهو مش في مستواه. ريهام كورتين بتقول عبد الله السعيد بديل كويس لساسي. سامح اسماعيل بيقول حسين الشحات. عبده حسين بيقول لنا تردد القناه كام؟ بقول لك يا عبده ان احنا قناه ديجيتال، تقدر تشوفنا على الفيسبوك وعلى القناه بتاعتنا على اليوتيوب. يا ريت تتابعونا دايما على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، مستنيين دعمكم وبنهتم جدا وبننبسط للدعم اللي بيحصل لنا عن طريق متابعتكم لينا. خلينا نكمل اخبارنا وننتقل من قلعه 100 عقبه الى القلعه الحمراء. ده طبعا مارتن لاسارتي مدرب النادي الاهلي اللي استقبلت ارجاء النادي الاهلي امبارح المؤتمر الصحفي للمدرب الجديد. يمكن يعني المؤتمر الصحفي ما شاهدش يعني اي احداث ساخنه، وكل الكلام كان يعني بيدور حول ان الراجل سعيد بتولي تدريب النادي الاهلي، وان ده كان احد احلامه اللي يعني تمنى انه يحققها. وطبعا قدم بعض الجماهير او قدم بعض الوعود لجماهير النادي الاهلي والصحفيين اللي حضروا المؤتمر الصحفي دي. طبعا كابتن سيد حفيظ مع لاسارتي هو بيرتدي القميص رقم 5. القميص ده اللي هو كان بيلعب بيه على فكره كلاعب لما كان لسه بيلعب كره. لاسارتي عنده 57 سنه، واعتقد انه مدرب يعني من المدربين ممكن يحتاجهم النادي الاهلي لانه بيلعب بشكل هجومي جيد. خلينا اقول لكم ان لاسارتي سافر امبارح بعد ما حضر المؤتمر الصحفي وتدرب بعد ما حضر المؤتمر الصحفي طبعا، وقال ان هو هيغيب لمده 10 ايام. دي طبعا الاخبار اللي خرجت من النادي الاهلي، وبالتالي من المنتظر ان تكون اول مباراه للاسارتي مع الاهلي هي مباراه امبي يوم 30 من الشهر الجاري اللي احنا فيه، الا اذا تم طبعا ترحيل مباراه الداخليه المقرره يوم 26 ديسمبر لموعد لاحق بعد تاجيل مباراه جيما ابا جيفار الاثيوبي في دور ال 32 لدوري ابطال افريقيا يوم 23 ديسمبر. المهم خلينا نستنى لما لاسارتي يرجع ويبدا شغله مع النادي الاهلي ونكمل كلامنا مع الراجل ده اللي بيتولى مهمه تدريب النادي الاهلي الكابتن محمد يوسف. محمد يوسف قال يعني انه النادي الاهلي بيستعد بشكل قوي لمباراه جيمبا ابا جيفار الاثيوبي، وقال ان يعني طبعا الانتصارات الغايبه عن النادي الاهلي الفتره اللي فاتت دي هتعود طبعا بالاستعدادات القويه اللي بيقدمها النادي الاهلي، والمباراه طبعا مقرر ليها يوم الاحد المقبل في اياب دور ال 32. وكان الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت يعني ادى راحه للاعيبه النادي الاهلي امبارح، لكن يمكن ده طبعا بعد مباراه النجوم اللي فاز فيها النادي الاهلي بهدفين. عايز اقول لكم بس خبر مهم ان وليد سليمان في الغالب هيكون بره قائمه او بنسبه كبيره جدا بنسبه 99% مثلا هو بره قائمه النادي الاهلي اللي هتلعب المباراه القادمه بعد شعوره بالاجهاد في مباراه الذهاب. من الاهلي بنروح للدراويش ونادي الاسماعيلي ممثل الكره المصريه، وخليني اقول لكم ان جماهير الدراويش وادارته وكل محبي القلعه الصفراء في مصر مبسوطين جدا بنقل مباراه العوده مع القطن الكاميروني الى العاصمه ياوندي بدلا من مدينه جروه. وطبعا السعاده دي بسبب ان ملعب جروه الملعب اللي كان هيتلعب فيه المباراه ملعب متواضع جدا، والمدينه نفسها حتى ما فيهاش اي امكانيات. المباراه كانت هتتلعب يعني في ملعب سيء جدا، لكن المباراه خلاص هتتلعب بيوم السبت على ملعب احمد اهيدوجو، وده اكبر ملعب بالعاصمه ياوندي. وكانت بعثه الاسماعيلي وصلت الى العاصمه الكاميرونيه ياوندي بعد رحله استمرت اكثر من 15 ساعه استعدادا لاداء مباراه العوده امام القطن الكاميروني. وطبعا زي ما احنا عارفين ان مباراه الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدفين دون رد سجلهم باهر المحمدي وكريم بامبو. كل التوفيق طبعا للنادي الاسماعيلي، وانها تكون بدايه جديده لعوده النادي الاسماعيلي مكانته الطبيعيه محليا وافريقيا. خلينا ناخد بعض التعليقات اللي جات لنا. احمد عواد بيقول ضم الزمالك لعبد الله السعيد مش هيفرق مع الاهلي خالص، لكن يا احمد تعتقد ان هيفرق مع الزمالك؟ سيبك من يفرق مع الاهلي، هل تعتقد ان عبد الله السعيد يكون اضافه قويه لنادي الزمالك؟ السيد فهمي سطور بيقول انا عاوزه يروح الزمالك وان شاء الله يكون مستواه احلى مع جروس. جماهير الزمالك كلها عايزه عبد الله السعيد. ابراهيم سعيد بيقول عبد الله نجم كبير وهيفرق. حمدي العطار بيقول ان الريال هيكسب، ده طبعا بيتكلم على مباراه الفاينل المنتظره ما بين العين الاماراتي وريال مدريد. عماد قبيل بيقول عبد الله مستحيل يروح الزمالك. والله يا عماد ما بقاش في حاجه مستحيل، عبد الله كان خلاص على اعتاب نادي الزمالك في بدايه الموسم. ايهاب محمد بكر بيقول عبد الله السعيد خلاص يعتزل
افضل، وحسين الشحات نتمنى يكون في الاهلي. اعتقد ان حسين الشحات هيكون اضافه قويه جدا للنادي الاهلي فعلا. وليد انور امين بيقول حسين الشحات في الاهلي ان شاء الله. محمد رضا ابو شريف بيقول مش محتاجين عبد الله دلوقتي. الاء ابراهيم بتقول انا او بيقول انا زملكاوي بس مش عاوز حسين الشحات يروح الاهلي او للزمالك، لازم يحترف في اوروبا، لو جه في مصر هينزل مستواه. اعتقد ان حسين الشحات فعلا يعني من اللعيبه المميزه جدا في مصر الفتره الحاليه مع صلاح وتريزيجيه، ممكن يكون انتقاله لاحد انديه اوروبا فايده كبيره على منتخب مصر. نكمل تعليقاتنا. ايهاب حورس بيقول بصراحه عبد الله السعيد كويس وهيفرق مع الزمالك. ياسر الزملكاوي بيقول ان شاء الله عبد الله السعيد هيبقى اضافه للزمالك. احمد الدولي بيقول حسين الشحات في الاهلي. ابو يامن رضوان بيقول معقول السعيد صفقه الزمالك المنتظره وخريبين. عايز اقول لك ان كمان عمر خريبين في الصوره، الزمالك بيفاوض عمر خريبين بشكل كبير جدا الفتره دي، خاصه بعد ما اعلن يعني الهلال ان عمر خريبين ممكن يكون من اللاعبين اللي هيستغنى عنهم. خليني اقول لكم ان بيراميدز كمان كان داخل في موضوع عمر خريبين ده، لكن يمكن الموضوع يعني هدي شويه بعد ما ضم نادي بيراميدز المهاجم عمرو مرعي من النجم الساحلي، فاعتقد ان بيراميدز مش هيركز قوي في حته المهاجمين. لكن خليني اقول لكم ان عبد الله السعيد وارد جدا ان احنا نشوف بيراميدز في المفاوضات دي، يعني وارد جدا ان تلاقي عبد الله السعيد برضه بيتردد اسمه انه يكون احد لاعبي بيراميدز، خاصه في ان يعني ظل ان الكابتن حسام حسن طول عمره بيشكر في عبد الله السعيد، بيقول انه لعيب جيد جدا ومهم جدا. خلينا نشوف الايام الجايه ايه اللي هيحصل، عبد الله السعيد فين وحسين الشحات فين. خلينا نروح لباقي اخبارنا. لسه كنا مع خط القناه، لكن دلوقتي هننتقل من النادي الاسماعيلي للنادي المصري، وده طبعا الكابتن ايهاب جلال في بورسعيد. لسه يمكن الامل قائم عند جماهير فريق المصري البورسعيدي لتخطي دور ال 32 من بطوله الكونفدراليه الافريقيه. طبعا رغم الهزيمه امام الساليتاس البوركيني بهدفين مقابل لا شيء في ذهاب دور 32، وكانت مباراه يعني عصيبه على جماهير بورسعيد، ودي يمكن الهزيمه الثانيه فقط للمصري على ارضه في تاريخه الافريقي. تخيلوا بقى المباراه يعني قد ايه كانت موجعه لجماهير المصري. لكن خلينا نقول لكم مباراه الاياب هتكون في بوركينا فاسو يوم 21 ديسمبر الجاري، وبيحتاج المصري للفوز بثلاثه اهداف مقابل لا شيء للتاهل للدور التالي. لكن الروح المعنويه بقت مرتفعه عند لاعبي المصري والجماهير بعد التعاقد مع المدير الفني الجديد الكابتن ايهاب جلال، وهو واحد طبعا من المديرين الفنيين القديرين. وده يمكن اللي اكده مساعد الكابتن ايهاب جلال الكابتن حمد ابراهيم، اللي قال ان تاهل المصري وشيك او مؤكد ان شاء الله رغم نتيجه مباراه الذهاب. نتمنى طبعا تحقيق كلام كابتن حمد ابراهيم والتوفيق لنادي المصري، واحد من فرسان مصر في افريقيا، ويعني ممثل الكره المصريه حاليا في بطوله الكونفدراليه. من الكره المحليه خلينا نروح للكره العالميه وجوزيه مورينيو. جوزيه مورينيو طبعا نبدا من انجلترا، وخبر اقاله مورينيو بيتصدر الصحف الانجليزيه بعد ما اعلنت اداره اليونايتد عن فسخ تعاقدها مع السبيشال وان ودفع الشرط الجزائي لصحيفه ديلي ميل قالت عنه انه هيكلف، يعني الشرط الجزائي هيدفعه مانشستر يونايتد لمورينيو هيتكلف 22.5 مليون استرليني. الشرط الجزائي طبعا هو قيمه عقد، يعني مورينيو كان متفق مع اداره يونايتد ان في حاله فسخ التعاقد هياخد قيمه عقده وهي 18 مليون استرليني، لكن كمان بياخد ربع قيمه العقد، لان طبعا عقده كان ممتد لحد سنه 2020، بياخد ربع قيمه العقد في حاله ان مانشستر يونايتد بيصل او بينافس على الدوري الانجليزي او بيصل لدور ال16 في دوري ابطال اوروبا، وطبعا ده اللي حصل، فبالتالي هيضيف كمان 4.5 مليون استرليني، يبقى مجموع اللي هياخده مورينيو من مانشستر يونايتد بعد فسخ التعاقد 22.5 مليون استرليني، طبعا رقم كبير جدا. لكن خليني اقول لكم بقى ان يعني خبر اقاله مورينيو استقبله بول بوجبا نجم المنتخب الفرنسي بالصوره اللي انتم شايفينها دي، يعني نوع من انواع يعني الشماته كده باين على وش بوجبا. بوجبا طبعا نشر الصوره دي على صفحته على انستجرام، بيبص فيها بصه شماته كده، وده يمكن اللي خلى كل من ستيفن جيرارد نجم ليفربول التاريخي وريو فرديناند واحد من ابرز المدافعين اللي لعبوا في مانشستر يونايتد ابدوا تعاطفهم الكبير مع جوزيه مورينيو بعد الاقاله، وقالوا عنه انه واحد من افضل مدربي العالم. وده طبعا كان يمكن رد على هجوم بوجبا يعني الشديد على مورينيو. طبعا عارفين الخلافات الشديده اللي نشبت ما بين بوجبا وما بين مورينيو الفتره اللي فاتت، او يمكن طول فتره تواجد مورينيو في مانشستر يونايتد. لكن خليني اقول لكم ان الرد العنيف كان من جاري نيفل واحد من اساطير مانشستر يونايتد، اللي بعد ما شاف صوره بوجبا يعني جاري نيفل كمان عمل هو كمان تويته على تويتر وقال فيها وانت ايضا يجب ان تكون خارج مانشستر. عايز اقول لكم ان يعني المشاكل ما بين بوجبا ومورينيو يعني استمرت بشكل كبير جدا الفتره اللي فاتت، ويمكن اللي حصل
امبارح ده كان يعني اكبر دليل على ان بوجبا شمتان في رحيل مورينيو. لكن شركه اديداس قالت ان يعني الصوره كان متفق عليها مع بوجبا وما كانش في اي مشكله، وبوجبا ما نزلهاش علشان يغيظ مورينيو زي ما الناس قالت. ده كان باتفاق بتايمنج معين متفقين عليه بمواعيد بين اديداس وبوجبا انه ينزل الصوره في الميعاد ده، وهي صدفه رحيل مورينيو. طبعا يعني نتمنى ان يكون في حسن نيه عند بوجبا في التصرف ده. خليني اقول لكم بقى ان الموقع الرسمي لليونايتد اعلن عن تعيين المدير الفني الجديد، وهو اولي جنار سولسكاير كمدير فني للفريق حتى نهايه الموسم اللي احنا فيه. سولسكاير طبعا واحد من ابرز نجوم مانشستر ومنتخب النرويج في فتره التسعينات، يعني واحد من النجوم، يمكن كان يعني نجم شهير جدا في مباراه الكامب نو 99 اللي فاز فيها مانشستر يونايتد على بايرن ميونخ، وهو اللي سجل هدف فوز نهائي دوري الابطال بعد ما نزل تغيير في الدقيقه تقريبا 88 جاب الجول في الدقيقه 93. خلينا نتكلم عن اخر مشوار سولسكاير كمدرب. هو طبعا كان ماسك نادي مولدا النرويجي في عام 2018 العام الماضي. طبعا الدوري النرويجي انتهى عموما، يعني هو ليه مواعيد مختلفه الدوري النرويجي، فخلص الدوري النرويجي بقى له اكتر من شهر. سولسكاير لعب 30 مباراه مع مولدا السنه دي، فاز في 18 وخسر في 5، تعادل في 5 عفوا وخسر في 7. سجل فريقه 63 هدف وهو اقوى خط هجوم في الدوري، واستقبلت شباكه 36 هدف، واحتل فريقه المركز الثاني في الدوري النرويجي. ده طبعا يمكن الولايه الثانيه لسولسكاير، هو قبل كده كان مسك الفرقه وخد بيهم 2 دوري وكاس، لكن السنه دي ما كانش موفق قوي. طيب ده بالنسبه بقى للي هيحصل في الفتره الحاليه، ان سولسكاير هيتولى قياده مانشستر يونايتد. لكن خلينا نروح بقى للمستقبل. المستقبل بيقول ان يعني اداره مانشستر يونايتد بتفكر في مين هيكون مدرب لمانشستر يونايتد في القادم. طبعا مانشستر مش من الانديه اللي بتجيب مدرب 6 شهور وسنتين والكلام ده، لكن خلينا اقول لكم ان لا جازيتا ديل سبورت الجريده الايطاليه الشهيره قالت ان اليونايتد بيفكر في زين الدين زيدان ولوران بلان وانطونيو كونتي وكمان ماوريسيو بوكوتشينو مدرب توتنهام. يمكن بوكوتشينو بالذات هيبقى فيه مشكله انه يعني هيجبر اليونايتد على دفع مبلغ كبير جدا لتخلي توتنهام عنه، لان لسه في عقده في حوالي 3 سنين مع توتنهام. المهم ان واحد من الاسماء دي هنشوفها على دكه اليونايتد قريب جدا، وان كنت اتمنى انه يكون زين الدين زيدان هو المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد. طبعا بالنسبه لمورينيو بقى، صحيفه اندبندنت قالت ان فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد ما زال بيرغب في ان يكون مورينيو مدرب الملكي المقبل، على الرغم من تواجد سانتياغو سولاري المدير الفني الحالي لريال مدريد واللي بيحقق نجاحات كبيره جدا. لكن خليني اقول لكم ان بيريز بتربطه علاقه قويه جدا بمورينيو، بيتمنى انه يكون هو مدرب الملكي القادم. خلينا ناخد بعض التعليقات، عايز اخد كمان رايكم، تتمنى مين يكون مدرب لمانشستر يونايتد في الفتره القادمه؟ لسه مكملين في التعليقات. ثروت عبد العال بيقول ماتش الريال والعين الساعه 6:30 بتوقيت القاهره، ده صحيح هيكون يوم السبت ان شاء الله. خالد البدوي بيقول مش عارف. عبد الله السعيد رضا احمد عواد بيقول عبد الله السعيد في الاسماعيلي. طبعا في مفاوضات برضو من النادي الاسماعيلي، لكن اعتقد الموضوع هيبقى صعب جدا لان عبد الله السعيد يعني صفقته دي هتتكلف فلوس كتير قوي. رحال ابو الحسن بيقول حسين الشحات. علاء ابراهيم بيقول زملكاوي وارفض حسين الشحات يروحوا الاهلي او الزمالك، ده مكانه في اوروبا. مصطفى عبد الشافي بيقول ناصر ماهر هيكون احسن من عبد الله 1000 مره ان شاء الله. ابو محمد الريفي بيقول عبد الله السعيد في الاهرام مع تركي الشيخ. ابراهيم اللي هو بيقول اخبار المدرب الاهلي الجديد هيدرب الفريق امتى؟ احنا قلنا ان مدرب النادي الاهلي هيعود بعد 10 ايام، وفي الغالب هيتولى تدريب النادي الاهلي في مباراه امبي اللي هتكون اخر الشهر الجاري. سامي دبل بيقول سيرته الذاتيه ايه لو سمحت؟ يمكن المدير الفني للنادي الاهلي يعني هو كان اكبر فرقه مسكها كانت ريال سوسيداد، لكن قبل كده وهو عمل نتائج كويسه مع ريال سوسيداد ووصل بيهم للدوري الاوروبي، لكن كان هيهبط بيهم في فتره. يمكن دي اكبر النتائج اللي عملها. قبل كده كان بيدرب في اوروجواي، درب كمان في الخليج. لكن خليني اقول لك ان السيره الذاتيه ما بتفرقش قوي. مانويل جوزيه النادي الاهلي ما كانش حد يعرفه، ولكن بعد كده عمل نجاحات كبيره جدا في النادي الاهلي. خليني اقول لكم عصام محسن كمان بيقول ان شاء الله حسين الشحات في الاهلي. اسلام ابو زهره بيقول حسين الشحات اتحسن في الاهلي في يناير ولا لسه؟ طبعا لسه حسين الشحات لسه موضوع مش مؤكد، ولكن مفاوضات جاده وقويه جدا مع النادي الاهلي بعد الاداء المبهر اللي بيقدمه حسين الشحات. احمد جاد مندو بيقول السلام عليكم. وعليكم السلام ابو حميد. حمدي العطار بيقول الاهلي محتاج حسين الشحات. رضا احمد بيقول عبد الله السعيد في الاسماعيلي، يمكن قرينا الكومنت ده. حمدي العطار كمان بيقول مش عاوزين عبد الله اهلاوي وافتخر. عبد الله السعيد خلص كوره، انا مش معاك خالص في الموضوع ده.
وليد فرفوش بيقول تردد القناه لو سمحتوا يا شباب. احنا قلنا يا جماعه ان احنا قناه ديجيتال، تشوفونا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. احمد فؤاد بيقول الاهلي ماتشاته بتتاجل ليه؟ يمكن طبعا مشاركه الاهلي في بطوله افريقيا الفتره اللي فاتت دي هي هي اللي فرقت قوي في ان النادي الاهلي يبقى عنده ماتشات مضغوطه. ده كمان ان ماتش امبي وماتش الداخليه الجايين دول هيتاجلوا بسبب ان مباراه الاهلي مع امبا جيفار الاثيوبي اتاجلت 48 ساعه بسبب ان في بعض الاجراءات الامنيه لتظبيط الموضوع ده علشان المباراه تسير بامان. وليد فايد بيقول اخر صفقات الاهلي. خليني اقول لك يا وليد ان احنا لسه بنتكلم على يعني نجم النادي الاهلي الجديد جيراردو لعب النهارده في تدريب النادي الاهلي وظهر بشكل يعني اول مره جماهير النادي الاهلي كانت تشوفه، او يمكن الصحفيين يشوفوه النهارده مع تدريب النادي الاهلي. لكن الصفقات يمكن كل الموضوع بيدور حول حسين الشحات، واحد من ابرز الناس اللي جماهير النادي الاهلي بتستنى انه يكون موجود في النادي الاهلي. خليني اقول لكم كمان ان نادي الزمالك يعني الصفقه بتاعت سيد سالم لاعب نادي دجله، يعني يمكن الزمالك هيلاقي نفسه في الاخر مضطر انه او يعني مفيش قدامه اختيارات ثانيه غير السيد سالم، لان طبعا مصر عندها مشكله جامده جدا او فقر جامد جدا في حته الباك ليفت دي، الا اذا الزمالك نجح انه يرجع عبد الشافي زي ما بيقال. لكن خليني اقول لكم برضو ان في حاجه مهمه جدا، ان الباك ليفت بتاع فريق الجونه نادي الزمالك دخل معاه في مفاوضات قويه جدا، ونادي الزمالك بيفكر انه يعمل تبادل ما بين الباك ليفت بتاع الجونه الكاميرون، طبعا هو لاعب جيد جدا، انه يبدله بحميد احداد المغربي اللي طلب انه ينتقل من نادي الزمالك في يناير علشان يلعب وبعد كده يعود لنادي الزمالك يكون حتى كريستيان جروس شافه. لسه هنشوف ايه اللي هيحصل في الفتره الجايه. دي يمكن كانت ابرز التعليقات. لسه معانا كمان ابو خميس التقيشن بيقول مش فارق مع الاهلي، يقصد حسين شحات، اعتقد ان حسين شحات يفرق مع اي فريق. هاني ابو يوسف بيقول الاهلي ضم كام لاعب بعد اذنك؟ الاهلي دلوقتي ضم لاعب الانجولي ومحمد محمود ومحمود وحيد، 3 لاعبين بس اللي يعني بشكل مؤكد ضمهم النادي الاهلي. لسه طبعا ما فيش اي حاجه ثانيه، لكن لسه خلي بالكم ان احنا لسه قدامنا فتره كبيره لحد غلق باب الانتقالات في نهايه شهر يناير. احمد جاد مندو بيقول يا رب عبد الله السعيد يروح الزمالك علشان الزمالك يتراجع في الاداء. انا اهلاوي، اعتقد يا ابو حميد يعني ان عبد الله السعيد انضمامه لاي فريق هيفيد الفريق ده. علاء ابراهيم يمكن يعني جماهير الزمالك والاهلي والله يا جماعه بتموتني من الضحك، يعني عارف انت بيقعدوا يدعوا ان حاجات تحصل عشان خاطر يعني ينجحوا على بعض. ريهام كورتين بتقول هو اكيد السعيد في الزمالك ولا لسه كلام، وفين باقي الصفقات الزمالكاويه؟ هو طبعا لسه كلام انتقال عبد الله السعيد للزمالك، وده متوقف طبعا على ان اهلي جده يقرر انه يترك عبد الله السعيد، ووارد ان عبد الله السعيد كمان ما يروحش نادي الزمالك وممكن يروح بيراميدز وممكن يروح الاسماعيلي. يمكن يعني الايام الجايه هي اللي تجاوب على الكلام ده، لكن خليني اقول لكم ان نادي الزمالك بيفاوض عبد الله السعيد بشكل كبير. نرجع تاني لاخبارنا، لكن هنسيب انجلترا وزيدان وواحد من نجوم ريال مدريد الى العين الاماراتي. بنروح لدوله الامارات وتحديدا لمدينه العين، وملحمه كرويه قدمها نادي العين الاماراتي بالتاهل لنهائي كاس العالم للانديه بعد الفوز بركلات الترجيح على ريفر بلات في المباراه اللي انتهت في وقتها الاصلي بالتعادل 2-2. اصبح نادي العين طبعا تاني فريق عربي بيصل لنهائي البطوله بعد يمكن الرجاء البيضاوي المغربي اللي كان عمل الانجاز ده في عام 2013، لكنه خسر في المحطه الاخيره امام بايرن ميونخ، وكان طبعا انجاز كبير جدا للكره العربيه. كمان فريق العين هو تاني فريق اسيوي بيصل لنهائي البطوله بعد كاشيما انتلرز الياباني اللي وصل في عام 2016، وكمان اصبح نادي العين اول فريق اماراتي بيحقق لاعبوه لقب افضل لاعب في المباراه بالبطوله 3 مرات متتاليه. نادي العين على فكره يعني بيعمل مباريات رائعه الحقيقه، يعني مظهر مشرف جدا للكره العربيه والكره الاماراتيه، ويمكن يعني كل الجماهير العربيه متعاطفه مع نادي العين وكمان المصريه بشكل كبير عشان وجود حسين الشحات، واحد من ابنائنا المصريين المحترفين في الخارج. نتمنى ان حسين الشحات ان شاء الله يكون اول لاعب مصري يفوز بكاس العالم للانديه بعد ما اصبح اول لاعب مصري هيلعب في فاينل كاس العالم للانديه. من ناحيه ثانيه بقى بعد تاهل العين من شويه تاهل فريق ريال مدريد انه يفوز على بعد ما فاز طبعا على فريق كاشيما انتلرز الياباني ب3 اهداف مقابل هدفين، وبيصل للمباراه النهائيه ويضرب موعد مع فريق العين الاماراتي في نهائي كاس العالم للانديه اللي هتقام يوم السبت المقبل زي ما قلنا الساعه 6:30. خلينا اقول لكم ان فريق العين واحنا لسه يعني بنواصل دعمنا لفريق العين بيقدم مستوى متميز للغايه خلال البطوله، ويعني تامل جماهير الفريق العيناوي في تحقيق المفاجاه والفوز بلقب البطوله كاول فريق
فريق عربي يحصل على اللقب. وان كانت طبعا المهمه هتكون صعبه جدا لانه بيلاعب الفريق الملكي فريق البطولات ريال مدريد، ولكن حتى يعني ريال مدريد لسه مش في مستواه، لكن طبعا ده برضو يعني ريال مدريد وجودك بس وانت بتلعب اللوجو بس بتاع ريال مدريد ده يعني شيء مرعب جدا. خلينا ناخد بعض التعليقات تاني على موضوعنا النهارده اللي كنا بنتكلم فيه. هل انت مع انضمام حسين الشحات او تتمنى ضم حسين الشحات نادي الاهلي وشايف انه هيفرق مع النادي الاهلي في الفتره القادمه؟ وكمان رايك ايه في مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد وانت شايف انها هتكون صفقه القرن فعلا؟ ناخد بعض التعليقات. احمد شوقي بيقول حسين الشحات فخر العرب، وانا معاك يا ابو حميد. وصلاح فخر العرب برضو. محمد ليلى بيقول عبد الله السعيد لاعب جيد لكن خلاص راحت عليه. مين تاني؟ ابو يامن رضوان بيقول نرحب بتوقيع الاهلي المدير الفني الجديد واتمنى يرجع لمستواه لانه نادي الزمالك كبير ولازم ياخد الدوري وسط منافسه كبيره. ابو يامن طبعا يعني شايف ان النادي الاهلي لازم يرجع تاني لمستواه عشان المنافسه تبقى اقوى. محمد مرتضى بيقول مساء الخير عليكم جميعا، اخوكم محمد مرتضى ابو مزيد من الكويت، اهلا وسهلا بكل متابعينا في الوطن العربي. ميدو العدوي بيقول محمد صلاح هيلعب امتى والتوقيت لو سمحت؟ محمد صلاح عنده مباراه يوم الجمعه القادم اعتقد مع ويلفرهامبتون. طبعا خلي بالكم ان الفتره بتاعت نهايه السنه يعني في انجلترا بيبقى في ماتشات يوم الجمعه وبيلعبوا كل 3 ايام علشان ده بيبقى فيه ضغط كبير جدا في الدوري الانجليزي ان هم لازم يخلصوا يعني تارجت معين من مباريات الدوري الانجليزي. محمد صلاح هيلعب الجمعه الجايه مع ويلفرهامبتون، هعرف التوقيت دلوقتي وهقول لك. علي ابو حازم عسكر بيقول برازيلي العرب باهر المحمدي رايح فين؟ لسه طبعا باهر المحمدي برضه من ضمن الناس اللي عليها العين وعليها مفاوضات قويه جدا، لكن اعتقد الاسماعيلي هيبقى صعب قوي نتخلى عن لعيب في الفتره الحاليه. الاسماعيلي اصلا يعني محتاج دعم كبير من اللاعبين ومن الاداره ومن الجماهير لان النادي الاسماعيلي بيعاني معاناه كبيره جدا. الاسماعيلي يعني ما ينفعش يكون في المركز اللي هو موجود فيه في الدوري المصري دلوقتي. كل التوفيق ان شاء الله للقلعه الصفراء. مشهور الشامي بيقول هل الاهلي سيجلب مدرب جديد؟ هو طبعا الاهلي جاب خلاص لازارتي، احنا قلنا يا جماعه المؤتمر الصحفي كان شغال. مشهور لازم يتابعنا من بدري شويه. اسلام ابو زهره بيقول فعلا قناه جميله، شكرا يا اسلام انت الاجمل. محمد ليلى بيقول احلى برنامج في الدنيا، ربنا يوفقك ربنا يخليك يا محمد. احمد ماجد بيقول هل عبد الشافي هيرجع للزمالك تاني يا كابتن؟ اعتقد ان عبد الشافي قريب جدا من الرجوع لنادي الزمالك، خاصه بعد يعني ان نادي الزمالك ما بقاش قدامه حد. يمكن الحته دي اصلا يا جماعه في الباك ليفت في مصر ما كانش فيها غير محمود وحيد والسيد سالم. السيد سالم سنه قريب من عبد الشافي، يعني اعتقد ان الاولى لنادي الزمالك انه يرجع عبد الشافي، خاصه ان العلاقه كويسه جدا مع اهلي جده. ميدو العدوي بيقول حسين الشحات في نهائي كاس العالم للانديه تحيا مصر. طبعا شرف للكره المصريه ونتمنى ان حسين الشحات ان شاء الله يسجل في كاس العالم للانديه وفريق العين يفوز بالبطوله. حمدي العطار بيقول تصحيح حمدي ابو عويضه، مش فاهم بس ماشي. ميدو العدوي بيقول حسين الشحات في نهائي كاس العالم. ايوه. مظلوم الغربه بيقول عبد الله السعيد راحت عليه. والله يا مظلوم انا شايف ان يعني عبد الله السعيد لسه نجم كبير ولسه عنده كتير، فما تعرفش يعني انضمامه لاي فريق من الفرق الكبيره في مصر هيفرق معانا ازاي او هيفرق مع الفرق الكبيره ازاي. احمد شوقي بيقول محمد صلاح وحسين الشحات فخر العرب، ده حقيقي. ديدي رونالدو بيقول نجم مصر كانوا حبيبي يا ديدي. علاء سلامه بيقول هو الدوري ممكن يتلغي لو مصر نظمت البطوله الافريقيه؟ اعتقد ده هيكون صعب جدا يعني لانه هيحصل مشاكل كبيره قوي لو الدوري اتلغى، خاصه ان نادي الزمالك واقف للموضوع ده بشكل قوي جدا. يمكن سمعنا اكتر من مره تصريحات امير مرتضى منصور اللي قال ان يعني مش معنى ان مصر تستضيف كاس الافريقيه ان الدوري يتلغي، خاصه طبعا نادي الزمالك هيبقى يعني واخد الموضوع على صدره قوي لان هو متصدر الدوري وماشي بشكل جيد جدا السنه دي، ويهم جماهير نادي الزمالك وادارته ان هم يفوزوا بالدوري هذا العام. وهو الزمالك يمكن يعني لو نتكلم بالمنطق هو الاقرب للفوز بالدوري رغم عوده الاهلي القويه، لكن نادي الزمالك طبعا جماهيره وادارته فرحانه باللي بيقدمه. صلاح عقل بيقول ممكن اعرف صفقات الاهلي وهل الاهلي هيتعاقد مع بن شريفيه؟ ممكن الرد يا كابتن؟ اعتقد ان يعني ضم معز بن شريفيه ده هيبقى يعني صعب جدا. نادي الاهلي اولا يعني خلينا نتكلم بس من الناحيه الفنيه، النادي الاهلي مش محتاج حارس مرمى ولا محتاج حارس مرمى هيجيب حارس مرمى من مصر. ثانيا القانون المصري اصلا ما فيهوش، او قانون الكوره في مصر اتحاد الكوره حاطط قيود لضم حراس اجانب، يعني ما فيش حراس اجانب بتلعب في الدوري المصري، فبالتالي هيكون صعب جدا ان النادي الاهلي يضم بن شريفيه. لكن خلينا اقول لكم ان كان في مفاوضات الفتره اللي فاتت دي مع ابراهيم علمه حارس مرمى المنتخب السوري، وطبعا السوريين احنا عارفين ان السوريين بيتعاملوا في مصر على انهم مش اجانب، السوريين والفلسطينيين
بيتعاملوا في مصر انهم مش اجانب. لكن موضوع بن شريفيه ده طبعا متوقف على ان القانون يوافق على او يتم تفعيل القانون اللي بيقول ان التوانسه كمان ولاعبي شمال افريقيا هيتعاملوا كانهم مصريين. مين تاني؟ علاء سلامه بيقول هو الدوري ممكن، لا طبعا يا علاء مش هيتلغي ان شاء الله، احنا عايزين المسابقه تكمل عشان ده اكل عيشنا. بيبو بيقول ممكن مواعيد البرنامج بعد اذنك والتردد. احنا بنطلع يوم السبت والاثنين والاربع الساعه 9، وده المكان اللي احنا بنطلع منه. احنا بنطلع على طول من هنا من على صفحتنا، صفحه صدى البلد على الفيسبوك وكمان على اليوتيوب. يمكن يوم السبت والاثنين بيكون زميلي اسامه امام موجود معاكم، وانا بكون يعني بشرف ان انا اكون موجود معاكم يوم الاربع. محمد سمير السقا بيقول الاهلي قادم وان شاء الله العين يحقق مفاجاه، وعبد الله شطب كوره. الاهلي قادم وان شاء الله العين يحقق مفاجاه. انا معاك يا محمد، لكن عبد الله شطب كوره دي اعتقد لسه بدري. عبد الله السعيد موهبه كبيره جدا. محمد سمير السقا بيقول الاهلي قادم وان شاء الله العين يحقق مفاجاه. ميمو العدوي بيقول من الامارات بنسمع البرنامج، ربنا يحفظك انت راجل محترم، ما تنساش تعرفنا التوقيت. محمد صلاح المباراه القادمه. انت المحترم يا ميدو والله، وانا بشكر كل الناس اللي بتتابعنا وبشكركم جدا على ان انتم يعني دايما بتتابعونا وعلى الدعم الكبير اللي بتقدموه للبرنامج. احنا على فكره يعني البرنامج ده قايم او هو اهم حاجه فيه ان بس يكون دايما متابعتكم لينا، ونكون دايما بنقدم لكم يعني حاجه جيده تستحق ان انتم تتابعونا. يمكن دي كانت اخر اخبارنا النهارده، على وعد باننا نتابع مع بعض دايما النتائج والاخبار والكواليس عايز اقول لكم ان انا بستنى دايما دعمكم على صفحه صدى البلد وعلى القناه بتاعتنا على اليوتيوب. قبل ما نمشي لازم ما ننساش ابدا السلوجان بتاعنا ان كوره بلس دايما معاك. اهلا بكم في حلقه جديده من كوره بلس. لسه محافظين على وعدنا ليكم اننا دايما نقدم لكم الاخبار والكواليس والنتائج قبل اي حد. دايما بنستنى دعمكم لينا على صفحتنا صفحه صدى البلد وكمان على القناه بتاعتنا على اليوتيوب. اسمحوا لي اشكركم على الدعم الشديد اللي حصل الفتره اللي فاتت، لكن خليني اقول لكم النهارده من اهم وابرز اخبارنا ان العين الاماراتي يشرف العرب ويصعد لنهائي مونديال الانديه، واليونايتد ينهي تعاقده مع مورينيو في ابرز اخبارنا النهارده. خلونا نبدا حلقتنا، بس قبل ما نبدا يا ريت ما ننساش ابدا ان كوره بلس دايما معاك. نبدأ أخبارنا من الكرة المحلية وتحديدا مع نادي الزمالك. يمكن نادي الزمالك اللي بيستعد للسفر بعد ساعات من دلوقتي لتشاد لمواجهة القطن التشادي في مباراة العودة في دور ال 32 من الكونفدرالية الأفريقية، وهتستقبل او يعني خلاص بعثة نادي الزمالك ان شاء الله هتسافر في الطيارة اللي هطلع النهارده الفجر الساعة 2:ثلث من القاهرة. خليني اقول لكم ان الزمالك بيسافر بقائمه كامله تقريبا، خاصه بعد عوده المدافع اللي انتم شايفينه امام حضراتكم محمود حمدي الونش بعد غياب كبير جدا.